سيدنا إبراهيم حينما أسكن هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع وتركهم ومشي، قالت له: أتتركنا في مكان ليس فيه حتى الماء؟ أهذا المكان نزلته برأيك أم أن الله أنزلك هذا المكان؟ قال لها: أنزلني الله هذا المكان. قالت له: اذهب كما شئت فإنه لا يضيعنا. معها طفل في مكان ليس فيه مقوم الحياة الأول وهو الماء، ما فيش منه مية. فانظروا عطفها وحنانها عمل ايه؟ قعد يجري بين الصفا ويجري على المروه ويطلع الجبل ويعمل الى ان انهكت قواها. قال الله: انك قد سعيت ولكني ساجعل رزقك من حيث لا تحتسبين. انت سعيت بين الصفا والمروه والماء ينبع بين رجلي ولدك، ولو ان سعيها جاء بالماء لظننا جميعا ان السعي هو الذي ياتي، ولكن اسعى ولكن لا تعتقد في السعي، ولكن اعتقد في الرازق الاعلى.